والله في خصوص اللجان اللي اتحدث يعني او هيئات الدفاع، يعني نتصور تقصد هيئات الدفاع. هو لابد لهيئات الدفاع ان تتحد. يعني علاش زوز هيئات؟ خاصة ان الشهيدين يعني اغتيل لسبب واحد من طرف واحد، هذا الطرف دربه طرف واحد وغطى عليه طرف واحد وموله طرف واحد وهو حركة النهضة. ونحن لا نرى في انه ثم حاجة اسمها انصار شريعة، على الاقل هذا رأيي الخاص. انا ما نراش انه ثم انصار شريعة وانه ثم سلفية وانه ثم حركة النهضة عندها بجهازين، يعني جهاز سياسي وجهاز عسكري. من خطط هو الجهاز السياسي ومن نفذ هو الجهاز العسكري وكفى. موضوع الوثيقة المستربكية كيف تنظرون معنى الموضوع الوثيقة هذه؟ أنا بالنسبة لي الوثيقة التي يتحدثون عليها لم تشكل لي صدمة. شنو الوثيقة؟ الوثيقة تقول إن وزارة الداخلية في بالها. نعم، وزارة الداخلية من غير وثيقة في بالها، وحركة النهضة في بالها، والحكومة في بالها. الهيئات ولا يعني التخطيط لعملية الاغتيال صار داخل أجهزة الدولة. فهمت؟ لأنه ما ثماش فصل بين جهاز الدولة وبين حركة النهضة، ما ثماش حتى فصل يعني. وبالتالي فإن الوثيقة هذه أنا من اليوم الأول ولا زال الشهيد ينزف قلت إن حركة النهضة اغتالت محمد برامي مثل ما اغتالت شكري بالعيد. يعني الوثائق هذه يعني اللي استطاعوا أن يجيبوا الوثائق هذه بارك الله فيهم، وهي معناها باش تقدم القضاء ربما بين ظفرين إذا كان القضاء حاجته باش يتقدم. بالنسبة لي يعني على مستوى الشخصي ومستوى عائلتي والناس اللي نعرفهم ما شكلت لهمش صدمة، لأن نعرفوا أن حركة النهضة هي اللي وراء عمل جريمة الاغتيال. شنو الإجراءات اللي يتم اتخاذها بعد سماعكم بالوثيقة ووزارة الداخلية في بالها بعملية الاغتيال؟ هو أمس تم رفع دعوى ضد رئيس الحكومة لمسؤوليته لأن الوثيقة وصلت مكتبه، ورفع دعوى ضد وزير الداخلية وكل يعني القيادات الأمنية اللي لها علاقة مباشرة بالموضوع، وكل من يثبت تورطه في العملية. وأنا باسم العائلة سأرفع قضية ضد راشد الغنوش لأنه هو المدبر لكل هذه الجرائم، وهو الذي يغطي، وهو الذي هو من وراء كل هذا. أنا قضيتي ضده، أرفع قضية للقضاء أولا، وقضيتي رفعتها اليوم من أمام المسرح البلدي لشعبي، أشكو حركة النهضة لشعبي. شكرا.